في ماتش الاهلي والزمالك، في ناس من بعض الجماهير يعني ان هي ضحكت ان ناصر ماهر مش هيلعب في مباراة الاهلي، وده بالعكس اللي انا مش عايزه. او في ناس، يعني في ناس فاهمه كتير ان انا الموضوع ده انا مش عايزه. ليه يا حبيبي مش عايزه؟ اصبر افهمك انا ليه. اصبر. لان لو انا لعبت في مباراة الاهلي يوم 22 والزمالك فاز علينا، هيقول لك ايه؟ هيقول لك شوف، بالرغم من التعاقدات بتاعتهم احنا فزنا عليهم واحنا ناقصين. ولو فزت عليهم، لو فزت عليهم هيقولوا لك ايه برضو؟ هيقول لك اما احنا عندنا لعيبه كتير ناقصه. فاللي زي ده ما تكلموش ولا تعاتبوا، سيبه. والله ما يتعاتبش. النقطة التانية بقى اللي هو ماخدين مثلا ان هو جمهور بيشجع بظهره. دي النقطة التانية. كان في فيديو ان في من الجماهير ادت ظهرها للملعب، تمام، وللعيبة الاهلي، وراحت تشجع الاهلي. طب ليه بيشجع الاهلي بظهره يا عم؟ اقول لك انا، الناس دي عايزة تعرف اللعيبة وبتبعت رسالة للناس اللي هي مش فاهمة ان انا مش جاي اشجع لاعب او اتنين او تلاتة، لا انا جاي اشجع النادي الاهلي عموما. عموما وكيان خاصة ان انا اهلاوي، بس انا بحب النادي اكتر من اي لاعب. اكتر من اي لاعب بحب النادي. اللي يجي على النادي الاهلي لا اشتمه واجي عليه، ما يجيش ناحيتي. دي اول، دي كام؟ دي تاني نقطة. تالت نقطة اللي هم الجماعة اللي هو بينزل لك مثلا يفتح لك يجيب لك المايك اللوتوز ويحطه لك هنا ويطلع في الشارع، ويجي زميله يروح مصوره. شوف لك اتنين تلاتة أربعة جايين مع بعض كده، وأول سؤال يسأله اللي هم بيعملوا أنا من رأي الناس دي بتعمل فتن. يروح سأله كده يقول له تعالى تعالى، أنت أهلاوي ولا زملكاوي؟ التاني هيسأله يعني ناقص له نضارة يلبسها، يقول لك أنا طبعا زملكاوي، دي بكل ثقة الناس باسمه. المهم يقول له السؤال اللي هو معروف واي واحد بيسأله، يقول لك طب هو ليه جمهور الاهلي اكتر من الزمالك؟ هيقول له اسهل رد عندهم، واللي هو يعني الرد اللي عندهم وهو جاهز اساسا. طيب هات اي واحد معدي شوفه، اسأله انت اهلاوي ولا زملكاوي. لو سألت اهلاوي قول له حارس المرمى في نادي الاهلي مين؟ هيجي واحد غلبان شايل هموم الدنيا فوق دماغه وفوق ظهره وجرفان من الدنيا ومن اخرها ومالوش في الكوره اساسا، جاي معدي يا صاحبي انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ التاني هيقول له يمكن فيها فلوس ولا حاجه، انا اساله ولا اهلاوي. ليه قال اهلاوي؟ اقول لك انا، الاهلي لما في مباراة الأهلي كده، ما فيش مباراة الأهلي تخش مثلا في أي شارع، أي قهوة تلاقيها مليانة، الناس بتسمع حتى لو مباراة ودية بتسمع، عايز تشوف النادي الأهلي إن هو بيلعب. فاز ماشي، خسر ماشي، مش مهم، أهم حاجة إن أنا أروح ألعب. شاف الناس دي بتشجع. سأل واحد كان قاعد على القهوة وكده، قال له هو ايه الزحمة دي يا عم؟ هو مين اللي بيلعب؟ هيقول له ده نادي الأهلي بيلعب في كأس العالم. قال والله الأهلي بيروح كأس العالم؟ ويسألوا بعدين المباراة. والله يعني المهم خد اكتر، لا اكتر نادي اللي هو مشهور وهو عارفه يعني. يقول لك انا اهلاوي. طب يا صاحبي مين حارس المرمى في النادي الاهلي؟ هقول لك لا ما اعرفش والله، بس انا اعرف ان هو الاهلي. هيجي بتاع الزمالك. شفت؟ عشان اقول لك ان هم كتار على الفاضي والله. هم ما بيفهموش حاجه ولو سالت اي واحد تاني هيقول لك انا ما اعرفش اي حاجه. يا صاحبي في حاجه اسمها حب الفطره. ايه حب الفطره دي؟ انا اقول لك، واحد مالوش في الكوره، ناس كتيرة مالهاش في الكورة، مش بتشجع كورة وبتوجع دماغها. يا عم انا في اللي مكفيني، سيبني بلا كورة بلا خرا. احنا كده كده بناخدش منهم فلوس ولا حاجة، مش بنشجع. ما علينا، هكمل لك مشوارنا. حب الفطرة ان انا مثلا باجي بشوف الناس دي بتهيص وتعمل احتفالات كل مباراة، وفي نهائي بيعمل احتفالات ومش عارف ايه، وكاس العالم وابطال افريقيا وعملنا وفوزنا واخدنا بروزية كاس عالم 4 مرات وهيصة. هقول لك ده النادي الاهلي ما شاء الله ده بيلعب ومفرح الناس، يا رب يفرحهم. اللي هو مين؟ اللي هو مش بيشجع كوره، ملوش في الكوره. تمام. ده حب الفطره. لما تيجي تساله يقول لك انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ اقول لك انا اهلاوي. ليه؟ لانه هو عارف الاهلي اصلا كسمعه،
مش كخاصة ككيان او بطولات اللي هي فيها او عدد البطولات او مش عارف ايه. ما بيسمعش اصلا المباراة للنادي الاهلي ولا بيشوف الكرة اساسا، بس بيسمع عن ايه؟ عن النادي الاهلي. راح الشغل زمايله بيحكوا عن النادي الاهلي، راح القهوة هتلاقي اتنين بيتخانقوا في النادي الاهلي، بيتكلموا على النادي الاهلي. سمعت؟ فهمت. الموضوع مش حكاية انا، موضوع انا جمهور بشجع بظهره او الكلام ده. الجمهور ده لما بيشوف حاجة مثلا ما بيحبش يتهزم، ما بيحبش مباراة سهلة يتهزم فيها. انا بعمل مشكلة يقول لك جمهور ملوش عزيز، اقول لك لا يا صاحبي، الجمهور ده ليه عزيز، ومين العزيز بتاعه؟ اللي هو النادي الاهلي. ما فيش لاعب في النادي الاهلي طلع من النادي الاهلي وانا شخصيا زعلت عليه. انا ما زعلش على اي لاعب مشي من النادي الاهلي او هو عايز يمشي، الا لو النادي الاهلي استغنى عنه او هو مثلا كبر في السن، خلاص كفايه مثلا، هنزعل شويه وهنرجع ليه، لان احنا تبع النادي الاهلي، احنا مش تبع حد. فهمت المقصد؟ لا بس